ببوجدور وتحديدا بالجماعة الترابية الجريفية وفي إطار الأنشطة المخلدة للذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء، أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمعية عامل الإقليم ورئيس أعضاء الجماعة الترابية الجريفية وعدد من المنتخبين والمسؤولين المدنيين والعسكريين بالإقليم أشرفوا على زيارة مشروع المدار السقوي الجريفية، إذ اطلعوا على محتويات المشروع وأهميته الاستراتيجية في القطاع الفلاحي. تفاصيل أوفى مع محمد تروزي ومحمد شارع. إلى الجماعة الترابية الجريفية بإقليم بوجدور، حيث أشرف هنا الوفد الرسمي على زيارة تفقدية لمشروع المدار السقوي الجريفية، مشروع هيدروفلاحي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، وخصت تهيئة المشروع حفر عدة آبار وبناء أحواض لتخزين المياه وبناء وتجهيز وحدة معالجة مياه الري وبناء محطات الضخ والتصفية والتسميد، بالإضافة إلى تجهيز الضيعات بنظام الري الموضعي. مشروع فلاحي ذو أهداف تنموية استراتيجية تتغير تنمية فلاحية محلية أساسها العنصر البشري. هو مشروع كيندرج في إطار ديال النموذج التنموي للمناطق للأقاليم الجنوبية واللي طلقوا جلالة الملك حفظه الله، وطبقا لاستراتيجية الجيل الأخضر واللي عطى الانطلاقة ديالها سيدنا الله ينصرو في 2020. مشروع اللي غادي يمشي حتى 10,000 هكتار في المستقبل. اليوم عندنا المرحلة الأولى هي 1000 هكتار، والشطر الأول هو اللي طلقنا له اليوم. غادي يكون بواحد التقنيات ديال يعني الاقتصاد في ماء السقي بالتنقيط وبواحد الطريقة اللي هي عصرية، وغادي إن شاء الله يكون عندنا طاقة شمسية باش تكون الأثمنة ديال المياه يعني ما طلعاش، وثانيا لأجل الاستدامة. ومستقبلا إن شاء الله عندنا مشروع ديال التحلية ديال ماء البحر في المنطقة، وحتى هو هذا المحيط غيستافد بهذا المنطقة. إذن هو واحد يعني المسار ديال التنمية الفلاحية في المنطقة اللي غادي تبدا بهذا يعني المشروع تنزيلا للتعليمات ديال سيدنا الله ينصرو. المشروع الفلاحي ذو الأبعاد الاقتصادية والفلاحية والاجتماعية المدار السقوي الجريفية، وخلال شطره الأول سيمكن من سقي نحو 250 هكتارا موزعة على 26 مشروعا، مشاريع ستمكن من تثمين المنتجات الفلاحية وكذا المياه الجوفية، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل مع تحسين دخل الفلاحين بالجماعة. مشروع المدار السقوي الجريفية مشروع فلاحي ذو أهمية استراتيجية كبرى لكونه يساهم في التنمية المحلية ودعم الشباب في المجال الفلاحي، إضافة إلى تثمين المنتجات الفلاحية. بالنسبة لنا احنا كشباب شاركنا في هؤلاء المشاريع اللي تعتبر الأولى من نوعها في المناطق الجنوبية، والله باطل في جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، ومنطقة الجريفية يعني معروفة بكثرة مياهها وبأرضها الخصبة، اللي المشاريع عبارة عن فلاحة وعبارة عن ألبان وتربية الأبقار. وهذا المشروع هو نواة تنموية بإقليم بوجدور، وخاصة على تراب جماعة الجريفية، ويعطي الخضروات ويعطي الأعلاف النباتية، وحتى يعطي موليل يعني عنه يعطي الخضروات. هذا المشروع ممتد على قرارة الجريفية. يأتي ميلاد هذا المشروع الفلاحي الهام بالجماعة الترابية الجريفية لتطوير القطاع وتنمية سلسلة الخضروات والحليب وتثمين المنتجات الفلاحية، مشروع ينضاف إلى جملة مشاريع كبرى يشهده إقليم بوجدور في خضم نهضة تنموية ذات أبعاد اجتماعية أساسها العنصر البشري. نبقى ببوجدور، إذ يشكل القطاع الفلاحي أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد بالمنطقة. 465 مليون درهم رصدت لمشروع التهيئة الهيدروفلاحية بمنطقة الجريفية التابعة لنفوذ الجماعة الترابية الجريفية. ريبورتاج في الموضوع لبريغين العروسي ومحمد شارع.
القطاع الفلاحي ببوجدور يعتبر من الدعائم الاقتصادية الأساسية، وخاصة قطاع تربية المواشي الذي يعد موردا اقتصاديا هاما يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. مجهودات بذلت من أجل تنمية وتطوير القطاع الفلاحي من خلال مشروع التهيئة الهيدروفلاحية على مساحة 1000 هكتار لتنمية سلسلتي الخضروات والحليب، مشاريع تأتي لتوفير مياه الري وتحسين دخل الفلاحين وخلق قيمة مضافة فلاحية تقدر ب 115 مليون درهم، وزيادة الإنتاج الفلاحي ب 1750 طن من الحليب و600 طن من اللحوم الحمراء و50,000 طن من الخضروات، جنبا لإحداث أزيد من 1000 منصب شغل جديد ودائم. مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمدار السقوية الجريفية يندرج ضمن البرنامج التنموي الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أعطى صاحب الجلالة انطلاقته بمدينة العيون. اليوم كنخلدوا الذكرى الثامنة للانطلاقة ديال هذا البرنامج التنموي، واللي من خلال هذا البرنامج وهذا المشروع تمت تهيئة 224 هكتار لفائدة المستثمرين على المستوى المحلي ديال جهة العيون الساقية الحمراء، واللي الحمد لله تم إنجاز جميع المكونات ديال المشروع. هكذا إذن تفرض منطقة جريفية نفسها بالنظر لتواجد مساحات هامة من المراعي والأراضي الفلاحية التي رسمت لها بالمنطقة عدة أهداف، على رأسها تنويع جديد لقطاع الفلاحة عوض الاعتماد على نشاط تربية الماشية، حيث سيخصص 500 هكتار منها لإنتاج الأعلاف الكلائية لتطوير سلسلة حليب الأبقار، كما سيتم تخصيص 500 هكتار الأخرى لزراعة الخضروات تحت البيوت المغطاة، وبناء وحدة لتثمين الخضروات واقتناء المواشي، وبناء وحدة لمعالجة الحليب. من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص تم إسناد 26 مشروع، 4 مشاريع متوسطة و22 مشروع لفائدة شباب جهة العيون الساقية الحمراء، اللي من خلالها كتهم بالخصوص 92 هكتار من الخضروات بالإضافة إلى 132 هكتار من الأعلاف من أجل إنتاج الحليب. هذا المشروع فيه تقريبا أكثر من 24 مشروع فلاحي اللي قاضين مستثمرين أبناء الإقليم. الهدف ديال هذا المشروع هو خلق فرص شغل قارة لأبناء الإقليم، يعني اللي يرجع بالنفع لساكنة الإقليم وعلى شباب الإقليم الباحث عن الشغل. نحن الحمد لله استفدنا من هذا المشروع اللي كان هاي المنطقة فاصلة فيه، اللي كانت تحانيه بشغف كبير. من ناحية هذا المشروع جف بليدة الحمد لله فيها وفرة المياه الجوفية، وفيه وفرة المياه والتراب خصبة الحمد لله، وفيه الدفء وفيه هذاك اللي محتاجين الفلاحة كاملين، وأرض جاهزة كاملة، وهذه الشباب الحمد لله كانت باغا تستخدم في ذا ومستعدة له، شفناها تبارك الله كاملة حمجات لهذا المشروع. وبانتهاء الأشغال بمشروع تهيئة المدار السقوي بجريفية في شطره الأول الذي يهم 250 هكتار، ستشهد المنطقة قفزة نوعية في قطاع الفلاحة من خلال مشاريع فلاحية عصرية قادرة على إعطاء بعد أكبر للمدينة وللجهة، مشروع فلاحي تراهن عليه المنظومة المحلية من أجل مواكبة الإدماج المهني للشباب من خلال توفير فرص الشغل المدرة للدخل عبر عروض تثمين الأراضي الفلاحية ودعم إقامة المشاريع الفلاحية جنبا لخلق المقاولات الفلاحية. بالجماعة الترابية بوجدور وفي إطار الأنشطة المخلدة لذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء، أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل الإقليم ورئيس الجماعة الترابية لبوجدور وعدد من المنتخبين والمسؤولين على تدشين مشروع السوق النموذجي للماشية. تفاصيل مع محمد تروزي ومحمد شهر. إلى مشروع بناء وتطوير السوق النموذجي للماشية بالجماعة الترابية بوجدور، حيث أشرف الوفد الرسمي على تدشين المشروع. مشروع يأتي ميلاده ضمن استراتيجية الجيل الأخضر ضمن محور الفلاحة التضامنية، والذي يدخل ضمن برنامج النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة. مشروع كلف بناؤه وتهيئته 7 ملايين درهم، والمساحة التي خصصت له نحو 22,000 متر مربع. ويضم المشروع بناء السوق النموذجي للماشية
وبناء وتهيئة أحواش للماشية وتهيئة المحلات التجارية داخل السوق وبناء مكتب للمصلحة البيطرية. هذا السوق اللي دشنا لماتية السوق يعني تقريبا مساحته هكتار شوي، يعني فيه واحد يعني مجموعة من المشاريع اللي في المساحة اللي عند البلدية، فيه المجزرات ديال البلدية، وفيه السوق اللي ديال يعني المشية على نوعين، اللي تعمل فيه المشية في الأسواق اليومية، واللي كذلك تستوك فيه المشية في الأحواش اللي تستوك فيه المشية من ناحيتين، السوق ديال الكسابة وديال مولي كذلك النظافة. بغينا كل الماشية اللي في المدينة داخل في أحواش المدينة بغيناها تطلع على هذا السوق هذا لتنقية المدينة وللبيع كذلك محافظين عليه. تم إنجازه على مساحة 22,000 متر مربع، منها 4,000 متر مربع خاصة بالعرض للمواشي، وكيضم هذا السوق مكان مخصص لعرض المواشي بطبيعة الحال، وأيضا تم تهيئة محلات تجارية وبناء وتهيئة أحواش للماشية، والتكلفة الإجمالية لهذا المشروع 7 مليون ديال الدرهم، واللي غادي يستافد منه جميع الكسابة ديال الإقليم بوجدور. بين أهداف المشروع التنظيم والتحسين وتطوير قطاع اللحوم الحمراء بالإقليم، وأيضا تحسين دخل 480 كساب، وتحسين مسالك التسويق، وأيضا خلق 5470 يوم عمل إضافي. وهو شيء هام، وكانت الكسابة في حاجة ماسة له، لأن البيع والشراء برا عن السوق ما هو كيف العاد السوق لا ملائم، واللي يعود سوق اسبوعي في لهذا اللي تعود الحيوانات سياني اغنام سياني ابل عندها قيمه مضافه، وحنا فرحانين به وكابرين باللي يعود يستفاد منه الحمد لله الاقليم كامل، لانه السوق كبير حتى فيه جميع انواع التجاره وعلى اولوياتها الحيوانات. يأتي ميلاد مشروع بناء وتطوير السوق النموذجي للماشية بالجماعة الترابية بوجدور من أجل تنظيم قطاع اللحوم الحمراء وتطويرها وتثمينها، مع الرفع من الدخل الفردي للكسابة وخلق العديد من فرص الشغل، وكذا تحسين مسالك التسويق على مستوى الإقليم، هذا بالإضافة إلى آثار سوسيو اقتصادية تهم أساسا تحسين دخل الكسابة وتعزيز استقرارهم الاقتصادي.